صباح الخير على الجميع. واحدة من الجولات اللي درتها هذا الصباح حبيتكم تشوفوها معايا، هي منطقة يسموها منطقة السيف، يعني السيف، منطقة السيف. المنطقة هذه أهم ميزة فيها هو أنه محافظة على الطابع التقليدي لدبي القديمة، يعني خلاوها على ستيل وإلا على الشكل تاع دبي القديمة. يعني قبل ما نشوفوا هذا الأبراج و ليزابارتومون والبني، خلاو هذه منطقة السيف، خلاوها منطقة تقليدية، داروا فيها أسواق شعبية تبيع الحوايج التقليدية، فيها المطاعم، الكافيتيريا المحلية، فيها فندق قديم، يعني كل شيء هنا راه قديم. خسارة ما قدرتش ندير اللايف لأنه فيسبوك معاقبني. كما حكيت قبل، وريت لكم تاع ذربيجان، هذيك الاولد سيتي، المنطقه القديمه كيفاش راهم محافظين عليها. يعجبوني حتى هذه اللي حافظوا على التراث نتاعها. يعني شوفوا تحسب لي مبنيه جديده تمام متهلين فيها. شوف هذه العربات تاع اللي يمشوا السياح. نجربوا ندخلوا في الحواري هذه، وكالعاده العرب ما كانش نشوف غير في الكور برك نقول الصراحه. كان ناكتيفي شويه باش الفيديو ما يجيش طويل ويقدر يتحط، يعني دي كونيكسيون تاع شوفوا كيفاش راهو المباني كلهم يبيعوا الحوايج التقليديه. السلام عليكم. والخدامة غالبا هنديين، غالبا أصلا تفرحوا منها. سينو إذا لقيتها مليحة البلاصة هذه ياسر، نحاول ندير لها نقسم الفيديو على زوج. أغلبهم قماش عاملي كافيتيريا هنا. السوق أنا أول مرة نشوفه، بصح حاجة تحفة باين. هاو يطلع على الخور تاع دبي، على الخليج. هذا ديزي أنا ما غنصدر نصور عادي، قصدي ما نستأذنش في الحوايج. بس عقلية السياحة هاي بقلاوة هكاهي، بس عقلية التوريزم هنا على بالو بك خلاص، ولا دركا وسائل التواصل الاجتماعي يعني ما فيها والو كي تقولوا نصور. نحكي لكم مرة رحت لمتحف تاع العربي برمهيدي، ماشي متحف الدار، يعني داروها متحف هذيك تعاون، ماشي العربي برمهيدي، علي بوانت ربي يرحمهم وحسيفة الثلاثي يعني المشهور اللي يفلقوا به الدار. قلت له نصور من برا باك، لا والله غناض فيه. وكي صور الدرقه مش لداخل لبرا، يعني الحواري تاع القصبه وكل شيء، قاعد يطلع عليا وروح مش عارف واش. حليب وهي هذا اللي اغنيه مصريه. زعفرانة تاع لي زيبيس. السوق راهو متفرعة، يعني غير قلت نروح للشارع الرئيسي برك. هنا أقدم ستاربكس، معيش أنا مقاطعينها بصح حبيت أنا أقدم ستاربكس في دبي. شوف هاي أقدم ستاربكس في دبي. خلينا سنجو على الكوتي اللي منا ها مش ناوى لا يعرفوا يعيشوا. قلت كاين الشوارع الفرعيه منه، يعني غنمشي في الطريق الرئيسي.
بورطون دبي راهي استات الاستقلال تاعها على بريطانيا في 1971. معناها النهضه نتاعها ماشي كبيره بصح قدروا انهم مش عارف واش هي، واش راهم يصوروا سنتبعوهم خلاص. شفت تقول يصوروا في حاجه عارفين باللي راهي حاجه هذه جميلات ولا مش عارف انا هذا طواجن ديما هس. هذا مطعم بين فلسطيني نابلس، نسميها نابلس العبايات هاي. انا نخليكم قلت الفيديو بس قاعد فيه ياسر وما يقدر يتحط. ثانك يو. بس راكم تشوفوا العرب ما كانش خلاص، وهذه الحاجه اللي تغيرني. هيا تهلاو في رواحكم ويومكم طيب. الفرق راهو 3 ساعات بين دبي ولا الجزائر. يومكم طيب.